بسم الله. أمايا تعالي دوقي. الله الله. اخواتي السلام عليكم. عاملين ايه يا ولاد؟ صلوا على الحبيب قلبك كتيبه، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في الاراضي المجاوره ونحط اللف الجميل. وتعالوا بقى ناخدكم جوله سريعه بريعه واحنا بنطرح البلح من النخل بتاعنا. يلا بينا نبدا. وهنا كنت اهو بصور لكم رئيس الشغلانه، وهو ده اللي هيقطع لنا النخل كله. بس سؤال بيطرح نفسه بنفسه، هما ازاي بيطلعوا النخله الطويله دي قوي كده؟ حد يعرف؟ المهم هو بيمسك حبل كده ويشبكه في عرجون البلح ويقطع العرجون من فوق وينزله كده زي ما انت بتنزلي حاجه في السبت من البلكونه لجارتك. راح جاي ينزل البلح الاحمر الاول وبعدين نزل الاصفر، بس بصراحه طعمه تحفه. وراح جاي نازل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا انا مسكت عرجون البلح وبقول يا ما شاء الله اللهم بارك. وهنا الشباب بتشيل على كتفها وتروح للاخ ده ماسك عصايه وبيفرط البلح كده عشان يبقى وحيد وحيد. والاخ دوت بيجيب السبت ويفرشها بالورق ويفرش سبت ويحط كيس غويط كده، يكون الاخ دوت بيعبي البلح في الجردل ده وعلى السبت على طول ويملى. يا عسل الصعيد يا عسل، يا احلى من المش وبحمر الوش يا بلح. صور يا ولد، نزلوا على النت ولا مش هتنزلوا؟ طبعا عرفت لك لو ما نزلت انت حر. بصوا بقى كمية البلح يا ما شاء الله اللهم بارك. زي ما عرفتكم قبل كده ان الريف المصري فيه خير كتير قوي ولا يمكن تجوع في الارياف. ده لو معكش فلوس ومش بتشتغل بتلاقي الكل بيساعدك، وده الحلو في الفلاحين، ناس لسه فيها خير من بتاع زمان. وتعالوا بقى نقول فزورة اليوم. ما هو الطعام الذي يجوز اكله ولا يجوز بيعه؟ اللي يعرف يثبت نفسه في كومنت، واللي ما يعرفش يقول الحمد لله ويمنش اللي صديقه يمكن يعرف. ودول بقى الاطفال احباب الله بيلموا البلح المتفرط من نخل اللي وقع. اللي في التروسيكل دول الشحاتين اللي بيلفوا عشان ياخدوا شوية بلح لله، فلازم نرضوهم طبعا. وهنا كانت الكتكوته بتعبي بلح بايديها عشان تحس بطعمه وحلاوه الشقه في الحاجه اللي بنبيعوها. الطريقه ديت تكون البلح اتجمع في الريف المصري الرصيد من النخل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد ما جمعنا البلح وحملناه وبعناه، اشطر كتكوت نقت شويه بلح اسمريكه كده ونورتهم لست الحبايب عشان تطبخهم لنا على النار. والعيال دي مش عارف بتتفرج على ايه، هوبا دبل كيك شقلباص. ست الحبايب قامت في تمن 5 دقيقه كده قشرت البلح وعملته وحايد وفصصته كده وطلعت النوى اللي فيه كده. بالله عليكم كل اللي بيحب ست الحبايب يدلع بالشفاء العاجل عشان تعبانه اليومين دول. فتحت باب الحوش دوت فتحه حراميه كده، كان الفراخ والبط خايفين فهربوا مني. فدخلت الاوضه دي نزلت الخن اللي بيبيت فيه البط، طلعت عدد 3 بيض بط. لقيت ياسين قاعد، قلت له بتعمل ايه هنا؟ قال لي مزوغ من المدرسه. قلت له طب خد البيض واجري وديه لاشطر كتكوت. ما خدش ثواني كده ووصل، والكتكوت خدتهم منه وبتقول لكم هنفقشهم فقيش. قامت ست الحبايب كانت فصصت كل البلح ونولته للكتكوت وفي طاسه على النار تسخن، وبعدين ننزل بحته سمنه سايحه وبعدين البلح واضرب يا ضريب واخلط يا خليط. وعملت حفره وفقشت البتين ودحرجتهم وهوبا يمين هوبا شمال لحد ما دوختهم. بعد ما خلطتهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كان البلح بالبيض استوى، بس طعمه ايش؟ بسم الله. أمايا تعالي دوقي. حضر يا بني. الله الله. ايه الجمال ده؟ يلا سلام عليكم.